يلا بقى ننزل بالترند. ترندات كتيرة وأسماء كتيرة للحلويات بنسمعها كتير اليومين دول، المكشوفة والمكسوفة والمدحرجة، حاجات كتير بنسمعها اليومين دولت. يلا بينا بقى نعمل النهاردة ترند المكشوفة. وعايزة اقول لكم سهلة وبسيطة جدا، وزي ما انتم شايفين كده عملناها في البيت بكل سهولة. انا بصراحة مش عارفة هي بيدفعوا فيها 600 جنيه ليه، مع انها سهلة وبسيطة جدا لما نعملها في البيت. يلا هنسمي بسم الله ونشوف هنعمل معانا مع بعض ايه النهاردة. اول حاجة علشان نعمل المكشوفة محتاجين هنا كوبايتين من الحليب، وكمان محتاجة 3 معالق من السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، يكونوا مش مليانين قوي يعني، علشان لسه في بقى عسل وحاجات تانية كتير، فعايزين نعادل مع بعض السكر. وكمان عايزين معلقتين من النشا، نشا الذرة. ومعايا هنا كمان كاستر موجود عندي في البيت، فبصراحة حطيت منه معلقة. تقدري انتي تستبدلي المعلقة ديت بنشا تاني، يعني يكونوا 3 معالق من النشا. بس انا بصراحة كنت حابة الكريمة بتاعتي ما تكونش بيضة، يعني تكون اوف وايت كده حبة، بيبقى لونها لذيذ كده. وكمان الكاستر بيدي طعم حلو للمهلبية بتاعتي او للكريمة بتاعتي. واقلبهم شويه الاول على البارد، وبعد كده اطلع بيهم على النار واقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. في خلال 3 4 دقايق بالكتير بتكون تماسكت معايا، وبقى معايا احلى كريمه او احلى كريمه كاستر تحفه جدا. وكده خلاص بقت تمام وجاهزه معايا. هضيف لها بقى كده 3 مكعبات من الزبده علشان يدوني طعم حلو ويدوني دسامه للكريمه بتاعتي. لو عندك بقى كمان شوكولاته بيضه ممكن تضيفي لها مكعب او مكعبين من الشوكولاته البيضه. كل ده هيضيف لك طعم ويضيف لك غناوه للكريمه بتاعتك وتبقى لذيذه وطعمه. هجيب كده بولة وهنزل بيها بالكريمة بتاعتنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، علشان اسيبها تبرد او علشان ابردها قبل ما اشتغل بيها. ابتدي بقى انزلها كده واجيب اي ستريتش ريب او اي كيس بلاستيك وهغطيها كده، بس اهم حاجه يكون ملامس ليها علشان مش عايزاها تعمل وش معايا. وعلى التلاجة بقى او على جنب، وهسيبها عقبال ما اكمل بقيه الخطوات بتاعتي. هجيب نص كيلو من الكنافه وفي الكبه وابتدي افكه كده، هو جاهز يعني خارج معايا من الفريزر، فجاهز معايا لان انا اقدر افكه كده بالكبه او حتى بايدي. هينزل معايا زي ما انتوا شايفين كده زي الرمل، ويكون جاهز بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا استخدمت بس الكبه يعني عشان اوفر بس في الوقت، بس تقدري انتي تفككيه بايدك، هيتفك برضو معاكي بكل سهوله، وتفرديه كده في الصاج. وهضيف له نص كوبايه من السمنه السايحه او الزبده السايحه، وهقلب بقى كل الكلام الجميل دوت وادخله الفرن. تقدري انت تحمري الكنافه بتاعتك بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت، وكمان تقدري تحمريها على الطاسه من فوق على العين، يعني من فوق تبتدي تقلبي بيها. بس عايزه اقول لك بقى الطريقه ديت هتخليكي كده واقفه قدامها وهتقدرك معاها، علشان كده انا بفضل الطريقه ديت، علشان بحطها كده في الفرن كل شويه. بخرجها من الفرن واقلب فيها، يعني حوالي كل 5 دقايق كده او كل 4 دقايق بطلعها واقلب فيها. وانا بشتغل وبشوف بقية الخطوات بتاعتي وبعمل بقية الخطوات، يعني ما بتوقفنيش جنبها ولا اي حاجة. كل شوية بخرجها كده اقلبها بس تقلبتين، وبرجعها تاني الفرن. بدخلها بقى ايه الفرن كده في الرف الاوسط، بس بيكون ملمس لتحت. كل شوية زي ما قلت لكم ما تنسيهاش وما تسيش عليها، كل شوية طلعيها وقلبيها. واثناء ما هي في الفرن بقى كده جاهز بقى الفراولة بتاعتي اللي هي بطل الكريمة النهاردة، او بطل حشوة المكشوفة. وببتدي كده اشيل بس العين الاخضر دوت وبقطعها كده على نصين او 3. وكمان 3 4 فراولات قطعتهم كده بالعرض قنصاص. هقولك دلوقتي هعمل بيهم ايه. وكمان هجهز البولة بتاعتي اللي انا هعمل فيها المكشوفة. هبتدي بس ابطنها كده بستريتش راب او اي كيس بلاستيك عندك، كيس التلاجة دي تقدري تقطعيها وتشتغلي بيها. وعايزه اقولك ان انا برجح لك كمان الكيس بلاستيك اكتر من الستريتش راب، لان الستريتش بيمسك في البولة وانت بتقلبي المكشوفة بتاعتك، ممكن تلاقي القلب بتاعها نزل وهي قاعدة زي ما هي الجوانب بتاعتها في البولة. علشان كده ممكن تستخدمي الاكياس البلاستيك، هتنزل قوام قوام. يا اما تبتدي تسلكي قبل ما تقلبي. هتشوفي الكلام ده دلوقتي وانا بقلبها، هتعرفي ان انا ايه اللي انا قصدي عليه. يعني تحركي بس الكيس الاسترتش راب زي ما شفتوا كده. انا ما بسهاش على الكنافه بتاعتي، كل شويه بخرجها، كل ما بعمل خطوه بروح اخرجها واقلبها كده، وهي كده خلاص فاضل لها حاجه بسيطه. هي دي كده اخر معايا اخر وش يعتبر، وخدت اللون الذهبي معايا. بصوا هي قلت ازاي، لان هي لما بتتحمص بت بتكش شويه. كده بقت جاهزه معايا واخدت اللون الذهبي اللي انا محتاجاه. هضيف لها بقى دلوقتي نص كوبايه من الشربات التقيل، بس بيكون بارد. انا الشربات ده عندي بصراحه في التلاجة، لان دايما في رمضان بعمله واشيله في التلاجة بكميه يعني، وبطلعه كده جاهز معايا. اهم حاجه، بس اهم حاجه عندي ان هو يكون تقيل. باكد عليكي تاني يكون الشربات تقيل. تقدري كمان تستبدليه بعسل نحل لو حابه. هجيب البوله بتاعتي اللي انا بطنتها واحط فيها بوله صغننه كده من النص عشان اعمل تجويف بس في النص. وهجيب بقى الكنافه بتاعتي بعد ما حطيت لها العسل او شربات الخفيف، الشربات التقيل، اسفه الشربات التقيل. وببتدي كده اضغطها كده في الجناب بس عشان اجوف الجزء اللي في النص دوت.
ظهر المعلقة زي ما أنتم شايفين كده بيبتدي تتماسك معايا، طبعًا هي هتتماسك لإن إحنا حاطين لها عسل أو شربات تقيل، هو دوّة اللي هيكون معايا العامل الأساسي لتماسك الكنافة. بضهر بقى كده الspatula أو هاجيب معلقة بقى كده عشان تكون سهلة معايا، هاعمل تجويف وفي نفس الوقت هابتدي البولة اللي في النُص ديّة كده أعمل من حواليها يعني عشان أبعدها كده عشان لمّا أحب آجي أشيلها بعدين هاعرف أشيلها بكل سهولة، أدخّل بقى الكنافة بتاعتي التلاجة حوالي ساعة كده عقبال ما أعمل الكريمة. عشان أعمل الكريمة محتاجة نُص كوباية من الكريم شانتيه، 3 معالق كبار من السكر، وكمان معلقتين من الباستري كريم، موجود معايا برضه عند أي محل من مستلزمات الحلويات، وهاضيف لهم كوباية مَيّة متلجة، وبابتدي كده أضرب الكريمة بتاعتي. أنا هنا مستخدمة كريم جانتيه المتحدة، هيرمي معايا ما شاء الله كمية محترمة، وهتشوفوا دلوقتي لمّا يتضاف له كمان الحاجات اللي إحنا هنضيفها. خلاص كده في خلال 3، 4 دقايق بالكتير تماسك معايا وما بينزلش من البولة، بقى كده جاهز معايا. ودي بقى الكريمة أو كريمة الكاستر اللي إحنا عملناها في الأول، بُصّوا لذيذة إزاي، تحفة بجد، عايزة أقول لكم طعمها حلو أوي كده، تنفع حالة لوحدها كده لو عملتيها وحطيتيها كاسات في التلاجة، بتنفع وبتبقى طعمها حلو جدًا. الولاد هنا كانوا قايلين لي: "يا ماما سيبي لنا حبة." عشان كده سِبت لهم الحبة دول. ضِفت بقى كريمة الكاستر على كريم جانتيه وابتدي أضربهم كده بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة، وما تقلقيش هي هتفُك دلوقتي التكتلات بتاعتها. أهم حاجة بس إن أنا أسرّع المضرب بتاعي واضرب وامزج الاتنين مع بعض بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده كده، وما شاء الله أو اللهم بارك الحاجة كترت معايا والكمية كبرت معايا. وبقت الكريمة جاهزة، وعايزة أقول لكم طعمها لذيذ جدًا وقوامها كده مثالي. أنا هنا حسيت إنها كتيرة شوية، ابتديت أشيل منها جزء بس عشان ما أقلّبش فيها الفراولة كلّها، وبعد كده الفراولة بتدوب طبعًا أو لمّا تقعد في التلاجة الفراولة هتدبل، فشِلت كده جزء عشان لو كنت حابة إن أنا أعمل بيه أي وصفة تانية يكون جاهز معايا من غير فراولة. ابتديت أنزل ببقية الفراولة أو بكل الفراولة اللي عندي، شِلت بس ال3 أو 4 الفراولات اللي إحنا كنا عاملينهم قنصاص شِلتهم على جنب، وجِبت كده بقية الفراولة وضفتها للكريمة وأقلّبها بالشكل دوّة، وبقت الكريمة معايا هنا جاهزة. أجيب بقى الكنافة بتاعتي وابتدي أشيل البولة ديّة، بس هي ماسكة بس شوية عشان طبعًا العسل مسكها لمّا دخلت التلاجة. خرّجت كده البولة وجِبت بقى في قاع بقى البولة بتاعتي هاضيف لها فراولة القنصاص ديّة. زي ما أنتم شايفين بقى كده، كنت حابة إن أنا أقول لكم بس إن الكنافة تماسكت لإن إحنا دخلناها التلاجة، ولإن كمان العسل بتاعنا كان تقيل، فخلّى ما شاء الله الكنافة بتاعتي تماسكت ما نزلتش معايا خالص من على الجوانب. الكريمة بتاعتي جاهزة، ضِفت كده قنصاص الفراولة في قاع البولة، وابتدي أنزل بالكريمة بتاعتنا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. عايزة أقول لكم هي دي الطريقة الأصلية، بس هي ناقصها بس حاجة بسيطة أو طبقة بسيطة، وهي طبقة كيك اللوز. يعني النسخة الأصلية من تورتينا بيبقوا حاطين لها كيكة لوز فوق في وسط الكريمة كده، بيحطوا كيكة لوز، بس طبعًا هي مكلفة علينا، فإحنا عشان كده مش محتاجين إن إحنا نعملها خالص، فهنا استثنيناها. وكفاية أوي معايا الكريمة والفراولة والكنافة، لإن إحنا طبعًا بنعمل حاجة في البيت فحابين إن إحنا نوفّر فيها، مش محتاجين خالص كيك اللوز دوّة، لإنه هيتكلف معانا أو هتبقى طبقة مكلفة. وعايزة أقول لكم كانت طعمها حلو جدًا من غيره ولا أي حاجة، يعني ما كانتش محتاجاه ولا أي حاجة. وبابتدي كده أجيب الحواف بس اللي هي حاسة إنها عالية عن الوسط، وبابتدي أدخّلها كده علشان أنا عايزة السطح بتاعي يكون متساوي عشان وأنا باقلبها ما تبقاش مايلة مني كده. وبابتدي أحط عليها أي كيس كده وأحط طبق بس عشان يمسكها أو يتماسك، يخلّيها متماسكة مع بعضها وأدخّلها التلاجة. شرط أساسي إنها تقعد في التلاجة حوالي 4 أو 5 ساعات. أنا هنا عملتها من بالليل وتاني يوم الصبح بابتدي أقدّمها. لازم طبعًا تمسك نفسها. بُصّوا بقى زي ما أنتم شايفين كده هي اتماسكت خالص وخارجة من التلاجة، لازم بقى بُصّوا تعملي الح ال ال الخطوة دي علشان تقدري الstretch طبعًا بيمسك في أي حاجة تحطّي عليها، فطبعًا أنتِ لو قلبتِ على طول ممكن تلاقي الكنافة ماسكة في البولة وهتلاقي القلب وقع منِّك. فعشان تتفادي الحتّة ديّة يا إمّا تستخدمي أكياس بلاستيك، يا إمّا تبتدي الأول تخلّصي الstretch wrap من البولة قبل ما تقلبيها. وبابتدي بقى أكشفها كده وما شاء الله. بُصّوا بقى هي اسمها مكشوفة وإحنا كشفناها زي ما أنتم شايفين كده، وبابتدي أزيّنها بالفستق أو أي مكسرات عندي موجودة، وبقت كده جاهزة معايا سهلة وبسيطة ما خدتش معايا أي وقت. والطبقة اللي أنا قُلت لكم إن هي المفروض إنها بتتحط فيها في النسخة الأصلية، إحنا مش محتاجينها خالص. هي كان طعمها حلو أوي كده من غير الطبقة ديّة وكمان موفّرة. عايزة أقول لكم ما كلفتنيش كتير خالص. يالّا بينا بقى هاطلع لكم كده في البلكونة عشان ناخد ضوء الشمس عشان أورّيكم بجد لونها الجميل، لإن الإضاءة جوّه في الشقة ظالماها، أنا الإضاءة عندي ضعيفة وبصراحة كانت ظالماها. بُصّوا بقى لونها جميل إزاي وبجد تحفة، تحفة، طعمها حلو أوي. الكريمة بقى بتنزل لِك من تحت كده زي البركان وجميلة جدًا.